يزود رصيده أيضا 3 نقاط ويبقى 28 نقطة وبيقفز 3 مراكز. ففعلا لقاء ممكن يعمل الفارق. معانا الأهداف وكابتن أحمد بلال. اتفضل وقول لنا. طلعت يوسف بالتأكيد كان محتاج جدا المكسب دوت يعني. لا الماتشات الابتدائي يمكن عايز اقول ابتداء من الاسابيع الاخيره في الدور الاول وحتى نهايه الموسم المباريات كلها هتبقى صعبه. الحفاظ على النقطه، السعي وراء ال3 نقاط هيبقى مهم جدا. الماتشات مش هتبقى سهله بعد كده. يمكن الفرق بتبتدي الدوري العام بشكل بسيط، لما بتخسر مباراه وتتعادل مباراه ما فيش مشكله بالنسبه للمدربين ولا للفرق، لكن من نهايه الدور الاول حتى نهايه الموسم كامل بتبقى بقى خلاص الفرقه عايزه تحافظ على النقاط، بتبقى النقطه غاليه جدا جدا بالنسبه لكل فرقه. النهارده بنشوف طلائع الجيش بيكسب 3-1، نتيجه متوقعه. فرقه طلائع الجيش فريق كبير، عنده رصيد، عنده لعيبه مميزين بشكل كبير. النهارده طلائع الجيش بمكسبه النهارده عايزين بيقفز للمركز الخامس. يعني طلائع الجيش ابتدى كمان يبص ان هو ممكن يكون في الاربعه الاوائل او افضل 4 فرق في الدوري العام. فرقه جيده، عندهم مدرب عنده خبرات عاليه في الدوري العام، بيعرف يتعامل مع الفرق بشكل جيد جدا. المباراه الثانيه مباراه وادي دجله، كابتن حمد صدقي انا بهنيه يعني منذ توليه النهارده نتيجه جامده 4-1 على فريق كبير المصري. طبعا على النادي المصري 4-1. النادي المصري كان جاي من حاله من تعادل مع النادي الاهلي وقدم مباراه كبيره مع النادي الاهلي، لكن وادي دجله يعني بمدربه حماده صدقي، كابتن حماده صدقي بيعرف يكسب. يعني المدرب بيعرف يكسب، بيعرف يلعب الفرق الكبيره، بيعرف ازاي يكسب ال3 نقاط، دايما بيبحث على ال3 نقاط حتى مع الفرق الكبيره. دايما كابتن حماده صدقي كل تركيزه ان هو ازاي يقدر يكسب. انا شايف